طبعا لازم يشقر شويه لبيه زياده كذا يصير بني يعطي طعم بعلاق. طبعا الحين حق الدقوس دق الثوم دق. نرجع حق جذرنا لازم يصير بني اكثر بعد شوي بعد. طبعا الحين نحط البهارات الصحيحه كل هذا قطي يلا بسرعه. نحط الطماط بس ايوه شوية ماي بس. طبعا زنجبيل ثوم كركم طبيعي شوية طماط الزايد هذا بس حرك. ايوه بسرعة يلا. نحط الفلفل الحار المقطع بعد احلى شيء مع الفلفل الحار على السريع. كزبرة ايه يلا بنت بحرك. يا سلام ملح الحين حرك. زيد ماي زل الماي يلا بعد بس نعلي النار شوي عليه يلا. انزل السمك عليه بس عشان ياخذ ريحة السمك. زيد الماي بعد كله. هنا اشيل السمك اللي حطيتها بالبرقة هذه حطيته. الحين ازيده ماي شوي واحط عيش فيه. نسوي دقوس كويتي يلا. اشوف حط معجون طماط. الحين حط الثوم. حطي ثوم حطي بابا ثوم ايوه تحت هنا خليه يتحمس. بعد حط كله اعطي القفشه اعطيني. الحين كت العيش جذر بعد ايوه ان شاء الله القياس 100 باذن الله ان شاء الله. احط الماي فوق العيش بسنتي يا اخي. هذا الزين ما شاء الله يا ويل لا حار. يلا حط المعجون زل الطماط بسرعة ايوه حركي سريع. ملح شوية فلفل اسود الحين بعد شوف اعطيني. زيد كثر ما نقدر تكثر فلفل اسود يا سلام. يلا بس شوي زيدي ماي بعد شوي بس بعد تعال شوية بس تمام. الحين نحط الخثاق فوق شوية هني بعد الخثاق نشرب وياه. نرجع حق دقوسنا. يا سلام الريحة حلوة. الحين ننزل السمك فوق بس عكت الله شيء خير. جميل جمال مالوش مثال. تنزل على منو؟